خلاص فاضل أيام قليلة وندخل على الموسم العالمي للامتحانات وخصوصا امتحانات الثانوية العامة. طيب هنلحق نلم المنهج اللي احنا قعدنا طول السنة وما بنذاكروش؟ هنلحق نلمه ازاي؟ ده اللي انا هقوله لكم دلوقتي. علشان اقدر اذاكر والم المنهج هعمل عده خطوات. اول حاجه هو النوم كويس، انام حوالي من 6 ل 8 ساعات، وبيفضل ان هم يكونوا في اول الليل، يعني الساعه 10 الساعه 11 تقريبا اكون بعد النوم 8 ساعات هنبتدي نصحى مع اذان الفجر. بعد صلاه الفجر مباشره نبتدي نقعد نذاكر الحاجات اللي محتاجه حفظ زي اللغات واللغه العربيه والنصوص والادب. وده لان بعض الابحاث بتقول ان في الفتره من صلاه الفجر لحد الساعه 7 تقريبا بيكون المخ في اعلى نشاطه، وبيستوعب كمية الحاجات اللي انت هتذاكرها وبيحفظها في الذاكرة. خطوة تانية عشان اقدر الم المنهج بتاعي هو انا اعمل جدول للمذاكرة، وده اخليه متنوع في اليوم الواحد، يعني ما بين مادتين او 3 في اليوم على حسب المواد اللي موجودة عندي. وببتدي انوعها ما بين مواد محتاجة شغل تقيل ومواد محتاجة حفظ ومواد محتاجة شغل متوسط. الخطوة الثالثة علشان اقدر الم المنهج بتاعي هو ان انا احدد هذاكر ايه بالظبط في قد ايه. يعني لو انا جيت قلت لفترة الصبح هذاكر فيها اللغة العربية، يعني من الساعة 4 للساعة 7 هذاكر عربي بس. وبعد كده هبتدي اعمل في الثلاث ساعات دولت هاخد بريك كل ساعة منهم. بعد اول ساعة هاخد بريك حوالي 5 دقايق، ما امسكش فيه الموبايل بس اعمل فيه اي حاجه ان انا احرك واجدد نشاطي علشان اقدر استوعب الكميات. تاني حاجه ابتدي احدد انا هذاكر كام صفحه بالظبط او هذاكر ايه معين. يعني هذاكر بلاغه يبقى هذاكر بلاغه في الساعه الاولانيه، في الساعه الثانيه هذاكر ادب، في الساعه الثالثه هذاكر نحو. رابع حاجه هو ان انا استمتع بالمذاكره، لان انا لو حطيت نفسي تحت ستريس وضغط الامتحانات مش هقدر استوعب حاجه. خامس حاجة لما هقرر ان انا اقسم الوقت بتاعي للجزء المذاكرة والجزء ان انا استمتع بيه باي نشاط انا هعمله، حتى لو هقعد على الموبايل يبقى خليني صادق مع نفسي، وهو ان انا فعلا وقت المذاكرة اذاكر، وقت الاستمتاع استمتع بالحاجة اللي انا بعملها. سادس حاجة وهو ان انت يكون عندك هدف وتحط الهدف اللي انت عايز توصل له، وتبتدي تتخيل نفسك في الهدف ده. يعني انا عايز اكون دكتور، اتخيل نفسي لما هوصل واكون دكتور هبقى عامل ازاي. ده من الحاجات اللي هتخليك تذاكر بحب. اخر حاجه هوجهها هي لطلبه الثانويه العامه ولكل الطلبه، بس طلبه الثانويه العامه بالاخص لان جو الثانويه العامه بيبقى مكهرب البلد كلها. اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك وذاكر كويس واجتهد واعمل اللي عليك فعلا واحفظ وشوف كل حاجه انت ممكن تقدر تعملها في المذاكره. ما تأثرش في مذاكرتك وسيب الباقي على الله. النتيجة اللي هتطلع أيا كانت هو ده خير من رب العالمين، وربنا يوفق الجميع. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات بتاعتي. أشوفكم على خير في فيديو جديد.